عشان يبقى شبه البني ادمين اكتر كائن فضائي راح لدكتور اسنان عشان يظبط اسنانه. بس اول ما الدكتور شاف سنانه اتخض من اللي شافه. سنانه كانت متصففة في 4 صفوف كاملة. الدكتور مسك مراية صغيرة وفضل يبص على اسنانه ويفحصها كويس، وبعدين جاب له ماسك اكسجين. بس كان في مشكلة صغيرة، بق الكائن الفضائي كان كبير قوي لدرجة ان الماسك ما كانش بيركب عليه خالص. فالدكتور اضطر يحشر الماسك بين سنانه بدل ما يحطه على بقه. حركة ذكية. وبعد ما خلص تصليح سنانه الكائن الفضائي رجع بيته وبدأ ياكل ورق الحمام كأنه مكرونة. ولما كان بيعطش كان بيشرب سائل التنظيف كأنه عصير عادي جدا. امال التحلية هتبقى ايه؟ التحلية كان بياكل قالب صابون كامل. والاغرب من كل ده ان الزوجين الفضائيين دول كانوا بيناموا وهم واقفين، ورغم كل العادات الغريبة دي كانوا عايشين مع بعض مبسوطين جدا، وحياتهم كانت مستقرة، وكمان هيخلفوا. بعد مدة بطن الزوجة بدأت تكبر أكتر وأكتر، وفجأة المية نزلت منها زي المحيط، فجريوا بيها على أوضة الولادة بسرعة. واضح إن العيل كان مستعجل يجي على الدنيا دي قبل ميعاده. الدكاترة حاولوا بكل طاقتهم يساعدوها في الولادة، وجوزها كان واقف جنبها وماسك إيديها جامد وبيحاول يطمنها دايما. وبعد تعب ومعاناة أخيرا العيل الفضائي اتولد. بس أول ما الدكاترة شافوه اتصدموا يا عيني، لأن العيل هو كمان كان عنده راس على شكل قبور.